ثانيا، أسئلة مقالية ومسائل. علل لما يأتي. ذوبان هيدروكسيد الصوديوم في الماء يصاحبه ارتفاع في درجة حرارة المحلول. والله حضرتك ما دام ارتفاع في درجة حرارة المحلول يبقى انت بتكلمني في تفاعل طارد للحرارة، وما دام التفاعل طارد للحرارة يبقى معنى ذلك ان طاقة الإماهة بتكون أعلى من طاقة الفصل. يبقى لما يقول لي علل ذوبان مش عارف ايه يصاحبه ارتفاع في درجة الحرارة، يبقى معنى ذلك هنقول له لأن طاقة إماهة أيونات الصوديوم وأيونات الهيدروكسيد المكون بتاعي، يبقى طاقة إماهة أيونات الصوديوم وأيونات الهيدروكسيد في الماء أكبر من طاقة فصل جزيئات هيدروكسيد الصوديوم عن بعضها زائد طاقة فصل جزيئات الماء. لما يقول لي ذوبان نترات الأمونيوم في الماء يصاحبه انخفاض في درجة حرارة المحلول، يبقى نفس الكلام، بس المرة دي عندي طاقة الإماهة هتكون أقل من طاقة الفصل، يبقى هنقول نفس الكلام بالظبط. يبقى حيث أن طاقة إماهة أيونات النترات وأيونات الأمونيوم مع الماء أقل من طاقة فصل جزيئات نترات الأمونيوم وفصل جزيئات الماء عن بعضها. حرارة التخفيف القياسية لمحلول هيدروكسيد الصوديوم تساوي -4.5 كيلو جول لكل مول. هذا يعني أن كمية الطاقة المنطلقة، بما أنها بالسالب يبقى هذا يعني أن كمية الطاقة المنطلقة عند تخفيف 1 مول من هيدروكسيد الصوديوم في المحلول تساوي 4.5 كيلو جول تحت الظروف القياسية. ادرس الشكل الآتي والذي يفسر مصدر حرارة الذوبان ثم أجب عما يليه. أولا، ما الذي يعبر عنه كل من A و B و C؟ ال A ده كده المذيب اللي عرفني، ما أنا عندي المذيب والمذاب. المذاب ده صلب أهو جزيئاته منتظمة، المذيب جزيئاته غير منتظمة وفي مسافات بينية ما بينهم كتير، يبقى ده سائل وده صلب، يبقى ده المذيب وده المذاب. طيب وده المحلول، خلاص دخلوا في بعض بقى زي السكينة في الحلاوة. هل الخطوة 2 ماصة أم طاردة للحرارة مع التفسير؟ الخطوة 2 دي عملية فصل تبقى ماصة للحرارة. التفسير إن عملية فصل جزيئات المذاب عن بعضها بتكون إيه؟ ماصة للحرارة. ماذا نستنتج عندما تكون دلتا H3 أكبر من دلتا H1 زائد دلتا H2؟ والله دلتا H3 هي بالنسبة لي طاقة الإماهة ودول طاقة الفصل، دي طاردة للحرارة ودول مصة للحرارة. يبقى لما الطاقة المطرودة أكبر من الطاقة الممتصة يبقى معنى ذلك إن الذوبان طارد للحرارة. لماذا يسمى التغير الحراري الناتج عن ذوبان 111 جرام من كلوريد الكالسيوم في الماء النقي لتكوين 1000 مللي من المحلول بحرارة الذوبان المولارية؟ عشان ترد على سؤال زي ده ومن قبل ما نتكلم عارفين ان 111 جرام هتكون 1 مول، بس لازم نحسبها. طيب كلوريد الكالسيوم يعني CaCl2، يبقى الCa الكالسيوم 40 زائد الكلوريد Cl معايا 35.5، ولانه Cl2 اضربها في 2 تطلع معاك 111، يبقى انا كده معايا 1 مول في 1 لتر محلول. يبقى لأن 111 جرام من كلوريد الكالسيوم تعادل 1 مول، و1000 ملي لتر من المحلول تكافئ 1 لتر، وحرارة الذوبان المولارية هي كمية الحرارة الممتصة أو المنطلقة أو معدل التغير الحراري عند ذوبان 1 مول من المادة لتكوين 1 لتر من المحلول تحت الظروف القياسية. اكتب المعادلة الحرارية المعبرة عن ذوبان ملح فلوريد الكالسيوم في الماء، علما بأن التغير في الانسالب القياسي لذوبانه يساوي -51 كيلو جول لكل مول. يبقى هنقول معايا دلوقتي فلوريد الكالسيوم يبقى CaF2 لأن الفلور ب-1 هيكون طبعا سوليد ذوبان، يبقى هنقول له هنا H2O يعني في وجود المية هيديني Ca موجب 2 زائد 2 F سالب
واحد، هنا aqueous وهنا aqueous، وهنقول له دلتا اتش نوت سوليوشن بتساوي، وبس، مش عايز منك اكتر من كده. عند ذوبان او عند اذابه 170 جرام من نترات الفضه في كميه من الماء درجه حرارته 25 درجه سلسيوس لتكوين لتر من المحلول، اصبحت درجه الحراره كذا. احسب التغير في المحتوى الحراري لعمليه الذوبان. اولا هنقول التغير في المحتوى الحراري اللي هو الدلتا اتش بيساوي سالب كيو بي، يبقى هتساوي سالب ام، الام بكام؟ 170 جرام من نترات الفضة في كمية من الماء درجة حرارته كذا لتكوين لتر من المحلول. لتر من المحلول يبقى انا كده بتكلم الام بكام؟ ب1000 جرام، ضرب السي اللي هي بتاعة المية 4.18، الدلتا تي هتبقى النهائية 16.17 ناقص 25 هتساوي. طبعا الكلام ده هنقسمه على 1000 عشان تبقى بالكيلو جول، فيبقى ال1000 هتروح مع ال1000، يبقى اللي فاضل عندي سالب 4.18 ضرب، هنفتح قوس 16.17 ناقص 25، نقفل القوس نضرب، هتساوي، يبقى الدلتا اتش هتساوي 36.91 كيلو جول، وطلعت بالموجب عشان هو موصل الحرارة. وشكرا. هل يعبر التغير الحراري المصاحب لعملية الذوبان عن حرارة الذوبان المولارية؟ والله ده يتوقف على عدد المولات. احسب لي بقى كده عدد المولات، لو طلعت ب1 مول تبقى حرارة ذوبان مولارية، لأن أنا خلاص 1 لتر محلول، فاضل ده يكون 1 مول. يبقى نترات الفضة اللي هي AgNO3، يبقى هنقول عدد المولات بيساوي الكتلة الكلية 170 على الكتلة المولية Ag ب108 زائد النيتروجين ب14 زائد الأكسجين ب16 ومعايا منه 3، يبقى هضرب في 3 هتساوي 1. طلعت ب1، يعني الكمية دي 1 مول، يبقى أنا كده كان 1 مول في 1 لتر عن درجة 25 درجة سليزيوس، يعني أنا كنت عن 25 درجة سليزيوس، يبقى كده إيه؟ عملية ذوبان قياسية. تمام؟ يبقى حرارة الذوبان المولارية تحت الظروف القياسية. أسئلة تقيس مستويات العليا من التفكير. الشخص المصاب بحمى يستخدم كمادة بها المادة X التي يضاف إليها الماء عند الاستخدام. ما المادة X؟ المادة الإكس دي أكيد مادة موصلة للحرارة. حمض الكبريتيك يبقى احنا هنولع فيه إن شاء الله، لأن ذوبان حمض الكبريتيك طارد للحرارة وممكن يفرقع في وشه. يصاحب عملية التخفيف امتصاص وانطلاق طاقة، هنقول لأن هذه العملية يصاحبها عمليتين متعاكستين. الأولى إبعاد أيونات المذاب أو جزيئات المذاب عن بعضها داخل الماء، وتاني حاجة ارتباط الجزيئات أو الأيونات بعدد أكبر من جزيئات المذيب، ودي عملية طاردة للحرارة. يبقى تاني، يبقى عملية الإبعاد أو الفصل ماصة، وعملية الارتباط طاردة للحرارة، وبالتالي هيكون في تغير طبعا في الطاقة على حسب مين أكبر من مين. ما معنى أن حرارة الذوبان القياسية لبروميد الليثيوم تساوي سالب 49 كيلو جول لكل مول؟ هذا يعني أن عند ذوبان بروميد الليثيوم في 1 لتر من الماء تحت الظروف القياسية، يبقى عند ذوبان 1 مول من بروميد الليثيوم في 1 لتر محلول، أو لتكوين 1 لتر محلول تحت الظروف القياسية، تنطلق قدر من الطاقة، أو ينطلق قدر من الطاقة يساوي 49 كيلو جول. حرارة الذوبان المولارية ليوديد البوتاسيوم تساوي 13 كيلو جول لكل مول. هذا يعني
الحرارة المنطلقة عند ذوبان 1 مول من يوديد البوتاسيوم تحت الظروف القياسية تساوي 13 كيلو جول. دي كده الحرارة الممتصة، الحرارة الممتصة تعادل 13 كيلو جول. طاقة إماهة أيونات الفضة تساوي سالب 510 كيلو جول لكل مول. هذا يعني أن الطاقة المنطلقة عند ارتباط أيونات الفضة بالماء بجزيئات الماء تساوي 1 مول من أيونات الفضة بجزيئات الماء يساوي سالب 510 كيلو جول. كلوريد الكالسيوم المفروض إن هو مركب أيوني. maybe yes maybe not. هيدروكسيد الصوديوم معروف ان هو طارد للحراره. كلوريد الكالسيوم الله اعلم وضعه ايه بالنسبه لك، لكن الاكيد ان انت من اول ما بدانا في حل الاسئله ومن اول ما اخدت في الدرس وانت عمال تاخد ايه ان نترات الامونيوم ماس، عمل ذوبان نترات الامونيوم ماس للطاقه، فاختيار رقم د. عند اضافه 8 جرام من ملح نترات الأمونيوم إلى مسعر كوب يحتوي على 125 جرام من الماء درجة حرارته 24.2 درجة سليزيوس، انخفضت درجة حرارة المحلول إلى 18.2 درجة سليزيوس، فإذا كانت الحرارة النوعية للمحلول بتساوي كذا ما حرارة الذوبان المولارية للمحلول؟ هنقول حضرتك أول حاجة أنا عندي الدلتا اتش المفروض إن هي بتساوي سالب الكيو بي يعني سالب ام سي دلتا تي، يبقى أول هام هتساوي سالب الام اللي هي كتلة المذاب زائد المذيب، يعني أنا عندي 8 جرام زائد المذيب اللي هو 125 جرام ضرب السي، هو اداني السي للمحلول ب4.2 ضرب الدلتا تي اللي هو معايا درجة الحرارة النهائية 18.2 ناقص 24.2. بس نفذ بعد إذنك عشان الأمور تبقى منتهية. سالب 8 زائد 125 ضرب 4.2 ضرب 18.2 ناقص 24.2 نقفل القوس هيساوي 3351. يبقى الدلتا اتش يساوي 3351.6 ده كده بالجول. تمام، هنحولها أو هنقسم على 1000 عشان تبقى كيلو جول، يعني هتساوي 3.351. الخطوة اللي بعد كده المفروض إن الدلتا اتش نوت بتساوي الدلتا اتش على عدد المولات، يبقى هتساوي الأنسر اللي طلعت معايا على الكالكوليتر على عدد المولات اللي هو هيكون الكتلة الكلية على الكتلة المولية، معايا 8 جرام على الكتلة المولية بتاعتي. المفروض احنا بنتكلم على نترات الأمونيوم يعني NH4NO3، فبالتالي هنقول معانا النيتروجين 14/2 زائد الهيدروجين ب4 زائد الأكسجين 16 ضرب 3. بس يبقى مبدئيا هنقول هنا على 1000 عشان تبقى بالكيلو جول الأول، وبعد كده ناخد الأنسر على الكتلة المولية الكتلة الكلية تقسيم الكتلة المولية ونفتح قوس ما ننساهوش الله يبارك لكم، يبقى 14 ضرب 2 زائد 4 زائد 16 ضرب 3 نقفل القوس هيساوي تطلع معايا ب33.51. اختيار رقم ألف. بكده نبقى خلصنا أسئلة الدرس. أشوفكم على خير السيشن الجاي مع نهاية الفصل الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.